بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. في الفيديو اللي فات اتكلمنا عن ادفع اسباب الحروب اللي حصلت في التاريخ، وقلنا حرب زي حرب طروادة، وحرب بسبب ماتش كوره، وحرب بسبب اذن مقطوعه، وحرب بسبب جردل، حاجات كتير زي كده. ولكن النهارده هنتكلم عن حروب برضو تافهه، اسبابها تافهه، هنتكلم عن احداث تاريخيه تافهه حصلت برضو. خلينا نبدا اول حرب معانا النهارده، وهي حرب ذا بيج وور، اللي هي حرب الخنزير. حرفيا اسمها كده. ما هي ما قامتش، هي كانت على وشك انها تقوم، لدرجه ان اساطيل دول عظمى، انا مش عايز اقول لك ان امريكا وانجلترا اللي كانوا قصاد بعض، دول عظمى دي ليها اسطول قوي ودي ليها اسطول قوي، وقفوا قصاد بعض علشان يحاربوا بسبب خنزير. سنة 1859 كان في صراع بين انجلترا وبين امريكا على مجموعة من الجزر الموجودة في المحيط الهادي. المنطقة دي كان في خلاف على مين صاحبها، وفي يوم من الايام فلاح بريطاني الخنزير بتاعه تسلل لاحد حدائق فلاح امريكي وكل من البطاطس الخاصة بمزرعة الفلاح الامريكي. الفلاح الامريكي اتعصب جدا لما شاف المنظر ومسك سلاحه وضرب الخنزير وقتله. الفلاح البريطاني تعصب جدا بسبب الموضوع ده، وطلب من الفلاح الامريكي ان هو يدفع فلوس عشان يعوض الخسائر اللي هو خسرها، اللي هو خنزير يعني. الموضوع كبر بطريقه مجنونه شويه، لدرجه ان كل واحد فيهم طلب تدخل عسكري. انت متخيل الهبل؟ في قوات عسكريه من امريكا وانجلترا واقفين قصاد بعض، وفي اسطول كامل من السفن واقف وراه عشان جزيره حصل عليها ان خنزير كان شويه بطاطس، ودول محسوبين عليها دول عظمى. انت متخيل؟ امريكا وانجلترا. قضى العسكريين في الاخر قبل ما يبداوا معركه زي ديت اللي كان ممكن تغير شكل التاريخ، قرروا ان هم يفكروا في الموضوع بالعقل. يعني يا جماعه ده خنزير وكان شويه بطاطس، يعني حلها ودي، مش لازم اسطول واقف قدام اسطول وعساكر قدام عساكر وبتاع. خلاص يا جماعه نهدى شويه. وفعلا ضحكوا على الموضوع وهزروا ضحك، وكان ضحيه المعركه دي كلها خنزير واحد انضرب بالنار. ده اللي حصل فعلا، ان بسبب الخنزير كان هيقوم حرب كبيره جدا، وكانوا هيموتوا بعض، كانوا هيفرتكوا بعض مش هيموتوا بعض. والتاريخ هنا بيوريك ان ممكن حرب كامله، حرب بمعنى كلمه حرب، تقوم بسبب شيء تافه زي خنزير وبطاطس. وفي شيء قريب برضه حصل مشابه للموضوع ده بين كندا والدنمارك. كان في منطقه هي جزيره موجوده بين جرينلاند وكندا في النص بالظبط، هي ملهاش اي قيمه اقتصاديه بالمره ولا ليها اي لازمه، ولكن كندا بتتمسك بيها والدنمارك بتتمسك بيها. وكل فتره دول يروحوا يقولوا الجزيره دي بتاعتنا، ويحطوا علمهم ويحطوا مجموعه من الخمور. انا ما بهزرش، خمور بتتحط، الدوله الثانيه تروح وتشيل العلم وتحط خمور ارقى. وعلى هذا الوضع لحد ما في سنه ما وصلوا الحل ان الجزيره تنقسم بالنص، وراحوا هناك وشربوا هناك على الجزيره دي اللي هي ملهاش اي اهميه اقتصاديه، ولكن كانت كل الفكره ان هو عنده تمسك بالارض. هي ملهاش لازمه، لا دي هيستفاد ولا ده هيستفاد، ولكن هو عنده خلاص. خش على الحرب اللي بعد كده، وهي مش حرب بمعنى كلمه حرب، بيسموها اصلا في بعض الكتب التاريخ بيسموها حرب عرض الانبوب. يعني ايه حرب عرض الانبوب؟ يعني هو كان في انبوبه هم بيحاربوا بعض على عرضها. انت مش متخيل؟ تعالى احكي لك. الحرب دي حصلت بين فنزويلا وكولومبيا في نهايات القرن التاسع عشر. سبب الحرب اصلا كان خلاف على ترسيم الحدود بينهم، في منطقه غابات كثيفه مش عارفين يقسموها. لكن الشراره اللي ولعت الحرب كانت ان كل دوله فيهم بتمد خط غاز او خط انابيب بترول جنب حدود الدوله الثانيه في المنطقه اللي عليها نزاع. كولومبيا مثلا تشوف فنزويلا مدت الخط فتقوم عامله خط اضخم منه، فنزويلا تشوف كولومبيا عملت خط اعرض فتقوم عامله خط اعرض منها. وفضل الوضع على كده، وتحول الموضوع من حرب على منطقه متنازع عليها لحرب مين يعمل انبوب اكبر. والموضوع وصل لمناوشات عسكريه وكمان تهديد بقطع العلاقات. انت متخيل ديت محسوبه عنها دول؟ برضه دي محسوبه عنها دول، كولومبيا وفنزويلا محسوب عنها دول. بما اننا لسه في امريكا الجنوبيه وبنتكلم عن كولومبيا، خلينا نتكلم عن حرب برضه كولومبيا دخلتها، لكن هي حرب سخيفه جدا. حرب بيسموها حرب القتيل الواحد، ما عادش فيها غير فرد. يعني احنا اتكلمنا عن حروب مات فيها الاف الافراد، بس دي بقى حرب بين دولتين ما فيهاش غير واحد بس اللي مات. لا واسمع اللي عجب دلوقتي، الحرب اللي بتتسمى في كتب التاريخ بالحرب الاقصر، اقصر مده حرب حصلت فيها الحرب دي. الحرب دي اسمها حرب جزيره الخروف او حرب ايمو. في اوائل القرن العشرين كان في خلاف بين كولومبيا والبيرو على جزيره موجوده في نهر الامازون، جزيره صغيره مالهاش اي فوائد. الخلاف فضل مستمر لحد ما الدول الاثنين قرروا ان هم ينزلوا جنودهم على الجزيره دي. القوات اتقابلوا على الجزيره، وكل طرف فيهم مش عايز يحارب الثاني، مجرد بس ان هم بيدوا طلقات تحذيريه. والقوات بدات تبص لبعضها بنظره احراج، احنا بنتخانق على ايه؟ او احنا جايين نحارب على ايه؟ الموضوع تافه. وتم التوصل لمعاهده سلام في السفن الحربيه اللي كانت موجوده في النهر، وحصلت معاهده السلام. بعض المؤرخين بيقولوا ان الحرب دي صفصفت على قتيل واحد، وفي بعض المصادر بتقول ان هو اصلا ما ماتش من الحرب ومات عادي، قضى ربنا جاله وهو واقف. يعني لو جينا نحسبها كده ورقه وقلم هي زيرو خسائر، ما فيش اي خسائر للطرفين.
محدش فيهم اتأذى. هتكلمنا دلوقتي عن حرب، ودي كانت تعتبر حرب قوات واتقابلت وطرفين وسفن حربيه واقفه في النهر، واللي مات فيها كله كان واحد ومش معروف هو مات مضروب بالرصاص ولا مات كده موتة ربنا. تعالى بقى نتكلم على حرب تانية ما كانتش زيها، كانت حرب فعلا بشعه. الحرب دي اسمها حرب تريبل الينز او حرب ثلاث حلفاء. دي اشبه ما يكون انك بتتخانق مع جيرانك على ركنه وانت ما عندكش عربيه، زيها بالظبط. هو ثلاث دول عملوا حرب بينهم على حاجه ملهاش لازمه، قطعه ارض كيلو موارد. دي حرب حصلت في منتصف القرن ال 19، وهي اكتر حرب دمويه في تاريخ القاره دي. الحرب دي نشأت بين الباراجواي والارجنتين والبرازيل، بينهم مشاكل حدوديه على منطقه ملهاش اي لازمه، شويه مناطق صغيره جدا. المشكله ان رئيس الباراجواي كان شخصيه مجنونه شويه، عنده طموح غريب وعنده فكر كده توسعي غبي، قال ان هو هياخد الارض بالقوه. الرئيس ده كان اسمه فرانسيسكو سولانو لوبيز، كان عنده طموح غريب جدا ان هو هيحتل الارجنتين ويحتل البرازيل، وبدل ما يحل الموضوع بالدبلوماسيه حلها بالحرب. وكانت نتيجه الحرب ان 50% من سكان الباراجواي ماتوا، يعني حوالي 90% من رجال الباراجواي راحوا، والباراجواي اتدمرت بشكل كامل. ولسه لحد وقتنا ده باراجواي بتدفع ضريبه الحرب اللي ملهاش اي لازمه اللي دخلتها، او دخلت حرب ما كانش ليها اي فوائد عليها، بالعكس دي الحرب اللي دمرت الباراجواي. على النقيض بقى الخلاف اللي كان موجود بين البيرو والاكوادور على حته ارض على الحدود بينهم، مش عارفين هي تبع الاكوادور ولا تبع البيرو. عارف حلوا المشكله دي ازاي؟ ملك وكتابه، حلوها بملك وكتابه. رموا عمله، لو جت ملك تبقى بتاعتك، لو جت كتابه تبقى بتاعتك. اقسم بالله ما بهزر، ده اللي حصل. انت متخيل ان دول كانوا داخلين حرب ومناوشات ومشاكل دبلوماسيه، وكانوا داروا المحاكم الدوليه وبتاع، وحلوا الموضوع بملك وكتاب. طبعا انت مش مصدقني، خش ابحث في الاتفاقيات الدوليه هتلاقي الموضوع ده موجود فعلا حصل. الاتفاقيه دي اسمها رميه العمله. انت مش متخيل التفاهم، دول مسؤولين عنها دول برضه. ولا بقى نخش في نزاعات سياسيه، ولا نخش في نقاشات، ولا نخش في الحاجات دي. هي ملك وكتابه مخلصه كانها بنلعب في الشارع. ودي دول جايبين ممثلين من الدوله ديت وممثلين من الدوله ديت وقعدوا مع بعض وبتاع، واللي راسوا عليه في الاخر يلعبوا ملك وكتابه على الارض. اتفه طريقه تحل بيها مشكله، ودول محسوبين برضه على دول. انت مش متخيل الموضوع ده لدرجه ايه. وعندنا برضه التاريخ بيشهد على واحده من الحاجات العبثيه جدا في التاريخ المصري، وهي ان المصريين ما كانوش بيحبوا يحتلوا بلد ويفضلوا فيها. طبعا التاريخ فيه حاجات من دي كتير، حاجات عبثيه كتير جدا، ولكن عشان نحكي كل ده محتاجين وقت كتير جدا ومحتاجين حلقات كتير. ولكن خلينا نكتفي بهذا القدر، نكتفي بالكام حرب اللي احنا قلناهم في الجزء الاول والجزء الثاني من حروب ملهاش لازمه. نهايه لو عجبتك الحلقه يا ريت تشترك في القناه، تعمل لايك عشان الحلقه توصل لناس اكتر. تنزل تبص في الديسكربشن هتلاقي لينك الانستجرام، وهتلاقي لينك التيك توك، بننزل عليه دايما فيديوهات قصيره بمعلومات مفيده. وبس كده، سلام.